السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راجع لكم مقطع جديد يا شباب، تجربة هونداي اكسنت 2024 على طلب ناس واجد المقطع هذا، فاليوم جبتها لكم. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا جيتها ما شاء الله تبارك. هونداي اكسنت ستاندرد، ماكينة 1500، جيرها 6 سرعات، سعرها اصلا بالوكالة تقريبا 81. ما شاء الله. من الخلف عندنا كيف خلف حق الشاحن برضو، كان من قدام جدا جميلة. ما شاء الله تبارك الله. شوف عزمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راجع لكم مقطع جديد يا شباب، تجربة ايتن 2023. هسه غنونا ما شاء الله تبارك الله، ما في اي احد. رجعها 4 نمر خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راجع لكم مقطع جديد يا شباب، زي ما وعدناكم مقاطع جديدة وحصرية. عندنا اليوم تجربة هونداي الانترا 2022. طيب ماكينة 1600، تيجي ماكينة 2000 وماكينة 1600، اللي معنا اليوم 1600 موتور خليجي بطاقة جمركية. طيب أول شيء الموتور نص فل، حلو. كشافات، تيجي جنوط نفس ستاندر نص فل واحد. تيجي إشارات بالرفارف اللي هي الخليج السعودي بدون إشارات. حساسات خلفية، كشاف ضباب، شوفها من الأمام كيف ما شاء الله. طيب يا شباب، الحين في ناس بتسأل عن الكاميرا واضحة، كاميرا شوف تحكم ما شاء الله تبارك الله، حلو. لما تلف الدركسون كذلك ما شاء الله، صار جربة من صغر. موتور حلو حتى متماسك. طيب اللي بيسألون الفل وش فرق عن الستاندر، الجنوط تجي مكحلة وفتحة، وباقي مواصفات اتوقع خروج عن المسار ورادار تجي، ما ودنا نتفلسف شيء ما نعرفه. هذه نص فل اللي معنا. تجربة هوندا أكورد 2017 ستاندر، ما شاء الله تبارك الله. يقفل يفتح الشنطة. أول شيء خلنا ناخذ نظرة عن الموتور، بس الله يبارك له. قبل ما ناخذ نظرة، قبل كل شيء اعطونا وش تبون موتور ننزل عليه تجربة، اكتبوا لي تحت بالكومنتات. بس بوضح لكم شيء بسيط، انا كاتب تجربة، لو اكتب استعراض او اكتب شيء ما اتوقع تيجي حلوة الكلمة، لانه ما راح اطلع عليها اجرب. الموتور واقف يعني، موتور مخزن ما شاء الله تبارك الله. فاول شيء شوفوا جهة الأكورد، كورد 17 ما شاء الله. شرايط بالمراية، قياس ليد امامي ما شاء الله تبارك. تشغيلة تنام. طيب عندنا هنا تحكم مسجل، هذه دقيقة انا ما خاب ظني، هذا اللي هو ليكو، هذا صح؟ ما مدري. الايكو هذا هو، هذا الايكو اللي هو موفر وقود. بلدها ما شاء الله تبارك الله من قدام. الكورد موتور ما يحتاج. شنطتها ما شاء الله تبارك الله، وسعها ممتاز. على طلب ناس واجد الافلون 19، قلت ابشروا ننزل لكم لها تجربة، ليش لا. طيب يا شباب، اول شيء معنا افلون 2019 النوع تورنج، اللي هي نص فل، لا هي ستاندر ولا هي فل كامل. طيب نتكلم عنها الحين. تجي حساسات امامية خلفية، فتحة، جلد من الداخل، شاشة،
شكمانين من الخلف ما شاء الله تبارك الله. طيب عندنا تحكم بالمسجل، ثبت سرعة ما شاء الله. طب لونها طيب من الخلف ما شاء الله تبارك الله. شعارات، شكمانين، كشاف ضباب، جنطها 17، شعارات بالمراية كذلك. وجهيتها لفلهم ما شاء الله تبارك الله. الله له موتر. طيب يا شباب تكييفها ما شاء الله تبارك الله، ما روفتياتها ما يحتاج. نبي نجرب تسارعها خفيف يعني. ما شاء الله تبارك الله. هونداي سوناتا 2024 ما شاء الله تبارك الله. اول شيء مفتاحها يفتح قفل تشغيل عن بعد ما شاء الله تبارك الله. الفيراني المطفي ما شاء الله تبارك الله. تشغيلاتها ما شاء الله تبارك الله، حتى اطاراتها برضو ما شاء الله تبارك الله. عندنا هنا البلوتوث والتحكم، حكم المسجل، هنا الشواحن اللي هو التايب سي والعادي ما شاء الله تبارك الله. هنا حق السرعات، حق الكاميرا كذلك يوم تمشي ما شاء الله تبارك الله. كاميراتها اقول لكم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طيب عندنا حق الحساسات، داخلياتها ما شاء الله تبارك الله. هنا من الخلف حكم الدرايش، انا منها من هناك من الخلف ما شاء الله تبارك الله وسعها. تكييف برضو خلفي، شاحن تايب سي خلفي. طيب يا شباب اللي بيسألون طيب كم تقييمك لها؟ انا تقييم من 10 السنة 24 10 من 10 والله عجبتني السيارة ما شاء الله تبارك الله حلوة. معنا تويوتا كامري 2023 جي ال اي. طيب اول شيء ناخذ عليها جولة ونتكلم عنها. تيجي السيارة حساسات امامية، جنوط، شرائط المراية، عفط مرايات، كشافات ما شاء الله تبارك الله، فتحة، حساسات خلفية، كشاف ضباب. يا شباب خلينا نشوف ما شاء الله تبارك الله. تروني ماني كاتب لها ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. طيب يا شباب خلينا نتكلم عن شيء مهم. عندكم الستاندر السوح تيجي بدون حديدة، المطور والفل والجراندي تيجي حديدة، ولا الستاندر تيجي اسود. ما شاء الله تبارك الله. هونداي سوناتا 2023 على طلب ناس واجد. طيب نشوفها هنا ما شاء الله تبارك الله. تيجي شاشة، تحكم بالمكيف كامل ما شاء الله تبارك الله. طارتها تحكم بالطارة حق سبورت. طيب نشوفها من الخلف ما شاء الله، برضو زر الدرايش الخلفي من الخلف، مراتبها هنا نشوفها من الخلف من الأمام ما شاء الله. طيب بعد يا شباب تيجي السوناتا ماكينة 2000 و2500 هذه قلنا هنا 2500. عزمها خلينا نجربه، ترى ماني داعس لآخر شيء. ما شاء الله. تجربة تويوتا كامري 2009. نزلنا تجارب بالكامري 2011 و15 ونزلنا 2003. طيب نتفرج عليها من الداخل ما شاء الله تبارك الله. نفس داخلية اللي هي ال11 بس اللي يختلف اللي هي حقت الطفاية. هنا يجي درج ال10 و11، هنا تيجي طفاية. اللي شام مقطع الكامري موجود حقتنا ال11 وما شاء الله تبارك الله. ذكر الله أفلحت على ذي، هذه اللي تستاهل تتعب عليها تصور. فوسعها من ورا حلو، الكامري معروف. فاللي بيشوف سواقه يا شباب ترى موجود له سواقه. تحكم المكيف هنا، مكيف حار بارد، عدم مكيف تحطه فوق تحت. طيب يا شباب نتكلم عن شيء برضه، قياسها تختلف. قياس ال10 و11 تختلف عن ال7 8 و9. حلو. طيب والشيء الثاني عندكم نتكلم عن عيوبها ونتكلم عن بنزينها الحين ونتكلم عن كل شيء يخص الكامري. طيب اول شيء قلنا القشره عيب مصنعي فيها، الكوامري كل الناس تشتكي من عندها. حلو. وعندكم
حق الزر حق السواق هذا يشتكون من عنده. وعندكم التكاية هذه تنكسر على طول، إذا ضربتها شوي قوية تنكسر. طيب خارجيتها عندكم الماكينة كل الناس تشتكي من نقص الزيت تقريبا 70%. أنا أول واحد أشتكي من نقص الزيت. فيقولون أنا كلام ما أدري، سمعت كلام التوماتيك ما تنقص زي العادي، فما أدري. أنا ما جربت توماتيك ولا عمري قابلت أحد وسألت هذا السؤال والله. فأنا سألت عن الجير عادي، الجير عادي يشتكون من عندها. طيب يا شباب خلنا أفيدكم شيء كإنسان مجرب. أنا جربت الحين ماكينة مستورد. ماكينة مستورد تيجي ترى أصغر من السعودية، يعني تقريبا 17 حجمها. السعودية تيجي 22. فهذه أنا مجربها، خذوا كلام واحد مجرب، تراها أصغر وعزمها أضعف. مستورد جربتها 6 مرات من أول مرة وثاني مرة، فكنت أشتكي من عندها. فالحين أخذت سعودي، ركبت الماكينة الكامري سعودية فبجربها. طيب وش باقي؟ ماكينة 2500 بنزينها الأحمر فلة 140 تمشيك بالمدينة من 500 إلى 600 كيلو. حلو. خط تمشيك 700 تقريبا. الأخضر 135 134 ما في فرق. فاحنا نحبي مرات أحمر ومرات أخضر. طيب يا شباب شفتوا اسطباتها كيف؟ هذه ال10 ال11 وال10 تيجي كذا اسطباتها، اختلاف اسطبات اللي ورا. الطياس قياسها تختلف، قياسها والله هذه ما ادري وين مفككينها كلها. طيب يا شباب ماكينتها حجمها 2500. حلو. طيب بعلمكم شيء ثاني برضه. انا كل ما اجي افك الريش حقت المكيف تنكسر، فكها شوي الا، فتبي تنتبه يوم تفكها، فكها شوي صعب ترى.